النهارده هقولك على نصيحة بسيطة هتفرق معاكي جدا لو بدأتي تمشي عليها، وهي الترطيب مش علشان بس عندي مناسبة وعايزة الميك اب يطلع شكله حلو، لا خالص، ده جزء اساسي من السكين كير بتاعي. الترطيب بيخلي البشرة مرنة اكتر، بالذات لو بشرتك جافة، لانها بتكون اكتر عرضة للتجاعيد والخطوط الرفيعة. كمان بشرتك بتبقى ناشفة وفيها قشرة ومش مريحاكي، وده بيخليها حساسة لاي حاجة. وصدقيني مش معنى ان بشرتك دهنية فده معناه انك تستغني عن المرطب، بالعكس هو اللي بيساعدها تظبط الزيوت اللي بتفرزها. في نقطة كمان ناس كتير بتغلط فيها، انهم فاكرين ان الترطيب بس بيكون في الشتاء. لا خالص يا جماعة، البشرة محتاجة ترطيب طول السنة. حتى لو حسيتي انك بتعرقي ده ملوش علاقة خالص، الترطيب حاجة والبشرة بتفرز عرق او دهون ده حاجة تانية. كمان لو استخدمي تونر او غسول لازم بعدها مرطب، لان معظمهم بينشفوا البشره، فالمرطب بيرجع التوازن تاني. كمان لو بتحطي ميك اب بيساعد ان الميك اب يطلع شكله حلو ويثبت اكتر وما يكونش فيه بقع او خطوط رفيعه. بالنسبه لسنك مفيش حاجه اسمها انا صغيره على الترطيب، بالعكس كل ما بدأتي بدري كل ما حافظتي على بشرتك. يعني اعتبريه كده حاجه زي شرب الميه لازم تتعمل كل يوم. فبجد لو مش بتحطي مرطب جربي تبدأي، هتحسي بفرق، ومش لازم حاجه غاليه، المهم تستمري.